السلام عليكم متتبعي قناة عالم تيازا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم غنشوفوا طريقة تحضير الفقاس الحار بطريقتي المعتمدة اللي كيجي رائع، ونتمنى تجربوه ويعجبكم. نمروا الآن إلى مرحلة التحضير ونخليكم مع المقادير. فهنايا خديت القصعة ديالي باش نعجن فيها، ممكن تعجنوا في أي إناء بغيتو. أول حاجة كنبداو بها كناخدو ربعة ديال الزبدة اللي كنعركوها مزيان حتى كتطلق. بما ان الجو بارد شويه فهي كتاخد شويه ديال الوقت، مهم كنحاولوا نعركوها مزيان. من بعد كنزيدو عليها 3 ديال البيضات كاملين بحجم متوسط، وكنبداو نخدموا الزبده مع البيض حتى كيتجانسوا هاد جوج ديال العناصر. من بعد ما حركنا الزبده مع البيض مزيان، كنزيدو كاس ديال الزيت، كنضيفو كذلك كاس ديال الفرماج حمر محكوك، وكيبقى لكم الاختيار في الكميه ديال الفرماج اللي بغيتو تستعملوه، وكيبقى كاس ديال العنبه كافي بالنسبه لهاد المقادير. كنضيفو كذلك ملعقه كبيره ديال التحميره، كنضيفو راس معلقه كبيره ديال البزار، الملحه حسب الذوق، فهنا ضفت راس معلقه كبيره كذلك، وعندنا هنايا بالنسبه للمطارد معلقه كبيره ديال المطارد. كنزيدو كذلك 4 ديال الفرماجات، وبالنسبه للهريسه فكتبقى حسب الذوق. انا هنا بغيتو يجي فقط متوسط في المذاق، ما يجيش حار بزاف، فانا ضفت ملعقه كبيره ديال الهريسه. يمكن لكم تستعملوا اي نوع اخر ديال الحار. كنخدموا هاد المقادير كلها جيدا حتى كتندمج. من بعد عاد غادي نزيدو نكملوا بقيه المقادير. ففي هذه الوصفه كنستعملوا خميره ديال العجين. انا استعملت ملعقه صغيره ديال عجينه سريعه الذوبان، وبالنسبه للخل فانا استعملت 3 ديال المعالق كبار. يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الخل عندكم، الخل العادي او الخل الابيض، فكلهم تيعطيو نفس النتيجه. ودائما من بعد ما كنضيفوا اي عنصر نحاولوا ندمجوه مع المقادير الاخرى جيدا على هذه الطريقه. من بعد كنضيفوا السوائل. هنا عندي نصف لتر ديال الحليب اللي كنضيفوه كامل. يمكن لكم تستعملوا كذلك الحليب بودره، كتزيدوا فقط نصف لتر ديال الماء، وكنحركوا هاد العناصر كلها مره اخرى. وفي هاد الاثناء كنضيفوا الدقيق وجوج خمارات ديال الحلوى. بالنسبه للدقيق كيبقى حسب الخليط. انا بالنسبه لهاد الكميه اللي استعملت دخل ليا تقريبا كيلو وربع ديال الطحين، وتيبقى حسب نوع الدقيق اللي استعملته. فكنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على قوام اللي مناسب، كتكون العجينه
ما مرخوفاش بزاف وما قاصحاش. هكذا كنعرفوا ان العجين ديالنا واجد. فمن بعد ما تجمعت لي العجين فكنحصلوا على عجين تيكون بقوام رطب، كيكون ساهل اننا نحربلو على هذا الشكل. فكنحاولوا ان العجين ما تكونش مرخوفه وما تكونش قاصحه بزاف باش يساعدنا اننا نشكلوا الحرابل ديالنا. وكنبداو نحربلو العجين ديالنا كيكون على هذا الشكل. من بعد ما كنقطعوه تقريبا على شكل متساوي فهو كيكون سهل في التشكيل، وكنحاولوا نديروهم طوال شويه هكذا باش نسرعوا من العمليه. وكنستفوا هاد الحرابل فوق الطاوه اللي كنكونوا فرشنا فيها ورق الطهي، وكنستمروا في هاد العمليه حتى كنساليو كميه العجين اللي عندنا. كنكونوا سخنا الفرن وكندخلوهم الفرن باش يطيبوا على نار مهيله. فكيكونوا على هاد الشكل، ما كنحاولوش نطيبوهم بزاف لانه مازال غادي يطيبوا مره اخرى. كنمروا الان لمرحله التقطاع. كنقطعوا الفقاس ديالنا على هاد الشكل، ما كيكونش غليظ بزاف وبشكل مائل باش يعطينا شكل اللي هو جميل في المنظر. فكنستمروا في هاد العمليه حتى كنكملوا الكميه ديال الفقاس اللي عندنا. فكيجي على هاد الشكل، ما كيديرش صراحه كسور نهائيا الا تبعتوا فقط المقادير والطريقه الصحيحه. ومن بعد من كنساليو هاد الكميه كما قلنا كنحاولوا اولا كنمروا اننا نستفوه في طاوه على هاد الشكل، وكندخلوه الفرن اللي كنشعلوه من الفوق ومن التحت. وكذلك فكنستمروا في هذه العمليه حتى كنكملوا كميه الفقاس اللي حصلنا عليه. في هذا الاثناء كنكونوا استفنا الفقاس على هذا الشكل، كندخلوه الفرن حتى كيتحمر كيف ما قلنا. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي كنحصلوا عليها. كيكون صراحه رائع في المذاق وهشيش وبلون جميل جدا كما كتلاحظوا. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم، وغيولي اكيد غيولي المعتمد عندكم. نخليكم الان الى فيديو اخر ومع وصفه جديده.